السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي، مرحبا بكم في قناة عالم ماري ماري. ما فعله حكيمي بالفتاة الفرنسية التي اتهمته باغتصابها لا يصدق. خليكم معي في الفيديو حتى الأخير وغتسمعوا كلشي بالتفصيل وشنو دار ليها حكيمي. بصراحة حكيمي مغربي وطلع مغربي قح ديال بصح، لأن الفتاة الفرنسية كما هي كانت مدفوعة باش أنه اتهموا بالاغتصاب، حتى هو قام بالعمل ديالو. المحامية اللي مكلفة له بالقضية تبارك الله عليها وما شاء الله عليها، اللي بصراحة ما خلات من جهدها باش ان حكيمي ما تشوهش السمعة ديالو، وخصوصا يعني هو مشهور عالميا بالاخلاق ديالو، برضا الوالدين. يعني شنقول لكم، راه ماشي غير انا اللي كنقول هذا الشيء، انما بشهادة الجميع يعني العالم كامل. وبالنسبه للفتاه اللي ورطات حكيمي في هذه المشكله هذه ديال انه اتهمته باغتصابها، هو مورا فاش انه وقع هذا المشكل هذا، المحاميه دارت بها يعني شكايه، وايضا حكيمي دار بها شكايه لانه نزلت عليه الباطل هكاك. والحمد لله تم القبض عليها، لانه هي فاش انه قالت باللي حكيمي اغتصبها ما بغات دير حتى يعني تحليل او اختبار باش انه، لان المحاميه ديال الحكيمي طلبات منها اختبار باش انها تاكد يعني داكشي اللي كتقول. هي رفضات لانه عارفه بلي داكشي ما منوش وماشي صحيح، ورمت على السيد الباطل هكاك. وفاش انه حكيمي لا بالشكايه ديالو لانه يعني حشومه وعيب وعار انه تنزل عليه داك الباطل هكاك، وخصوصا جريمه الاغتصاب. وفرنسا يعني بغات دير ليه كما سعد مجرد كما قالت، هي مدفوعه مع واحد الانسانه اللي قريبه بزاف لحكيمي، حتى هو دار شرع يديه وتم القبض عليها باش انه تدليب الاقوال ديالها، وايضا دير الاختبار باش انهم يعرفوا بلي واش بصح السيده تغتصبات. لانه شنقول لكم اخوتي، وجهها صحيح يعني رفضات انه دير ايتها يعني حتى تحلي ما بغاش ديرو. وايضا كتقول انا ما بغيش يعني نخرج نهضر مع الصحافه، ما بغيش نتشوه. السيده يعني متهمه السيد بالاغتصاب وقالت لك انا السمعه ديالي ما بغيش تشوه. لا حول ولا قوه الا بالله. لان كاينين شي يعني بنات راه لا حول ولا قوه الا بالله كما كنقول، وخصوصا الفرنسيات. ولكن هما ماشي هما منهم لراسهم اللي كيديروا هذا الشيء في المشاهير المغاربه، انما مؤامره، شي مؤامره من شي حد اللي كيدفعهم انهم يتهموا مغاربه باش انهم يشوهوا السمعه ديال المشاهير ديال المغاربه. والكذوبه راه حبلو قصير، والسيده راه تشدات وغادي تدلي بالاقوال ديالها اللي يطريه ليها، وغادي تعترف بكل شيء. شكرا لكم اخواتي على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.